السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة يا رب دايما. النهاردة يا جماعة أنا هتكلم معاكم بقى في حكاية البورصة وضياع الناس كتير زعلانة. الناس زعلانة على حكاية البورصة، وأقول لكم يعني إحنا المفروض نعمل إيه، أو المفروض إيه اللي يحصل عشان نتفادى الأسعار اللي نازلة، علشان نتفادى أسعار الأبيض الخسارة وشغل مربي. المفروض نعمل إيه؟ بص يا جماعة، والله يعني الأبيض الكتكوت ب30 جنيه و35 في بعض الأماكن. البورصة بتاعت اللحم الأبيض عاملة تقريبا 60 61. ده مش سعر. حرام إن إحنا شجينا وتعبنا يجي يروح كده. منفعش والله يا جماعة، حرام. أنا دي دورة صراحة خلاص النهاردة عمر 28 يوم. الدورة عندي يعني يعتبر خلاص ما شاء الله. أوزانها عالية الحمد لله، كيلو 950 كيلو 850 28 يوم. أنا شقيانة على الدورة وتعبانة، ويجي في الآخر واحد يقول لي ينزل لي أنا سعر اللحمة 60 جنيه وجايبة الكتكوت ب30. ليه؟ طب فين مكسبي؟ فين شقاية؟ فين تعبي؟ بس أنا لذلك أنا الدورة دي دورة الأبيض دي أنا عاملة إيه نصها. أنا كنت هاخدها كلها والله لما لقيت السعر كده، بس يعتبر إيه، في زبونة الصراحة قالت لي ودي تعز عليا وكده، لازم ان انا ايه اديها من الابيض. بس كنت موعداها وكده ان انا هنزل لها معايا في الدورة دي، اديها نصهم وانا نصهم. بس كده وربنا يعدها على خير، وهسيب البلدي وهسيب الساسو لغاية ما يكمل 45 يوم وهطلع. انا عايزة اقول لكم يا جماعة، والله حل البورصة دي يعني المفروض يكون اخرها الكتكوت يبقى 10 جنيه، يا اما الكيلو اللحمه ما يقلش عن 70. كيلو اللحمه ما يقلش عن 70 جنيه. لكن انا ابيع على 60 وانا جايبه ب33 جنيه الكتكوت، ما يرضيش ربنا والله يا جماعه، ما يرضيش ربنا. شقى وتعب ناس، والناس كتيره جدا زعلانه. ناس كتيره شايفه ان شقاها بيروح ايه كده في الارض فعلا. يعني انا شقينا ونطلع فرخه سوبر زي ما انتم شايفين، ما عنديش، وشقينا عليها وتعبانه ويجي في الاخر حد كده يقول لي الكتكوت اللحم الابيض عامل 60. فين يا جماعه الشجا وفين التعب؟ ما ينفعش. قلت لا استنى كده شويه، اطلع انا بقى ايه نصها كده وكيس واطلع. يعني ممكن اقل عن المحل 2 3 جنيه، وحاجه نظيفه والناس بتاخد منه زباين. يعني انا المفروض اطلع عن المحل لان انا حاجتي مضمونه وحاجتي كويس، انا مربيها وعارفه شكلها ايه. لكن بس بنزل والله عشان زبايني. انا بنزل ممكن عن محل كمان 2 جنيه 3 جنيه. بس احاول ان انا ايه اخد كده نصها وادي الزبونه نصها. بصوا يا جماعه، والله احنا عايزين الكتكوت يبقى يا اما ب10 جنيه، يا اما اللحمه تبقى مش اقل من 70 75. بس ادي دي المربي. يا جماعه برضه بتكلم معاكم في حته ان انتم ما تنزلوش اليومين دول خالص ابيض كتير. نزل عدد قليل كده بس اللي يكفيكم ويكفي احتياجات بيتكم. اللي يكفي احتياجات بيتكم بس، ما تنزلوش اكتر من كده. هتنزل اكتر من كده هتزعلوا، الخساره هتبقى كتيره. مش هتلموا شجاك وتعبكم، هتزعلوا عشان انتوا مش هتلموا شجاك ولا هتلموا تعبكم. يبقى احنا ننزل ايه لاحتياجات بيتنا عشان اكل نضيف، واحنا عارفين رباية بيتنا شكلها ايه. يبقى احنا ما ننزلش دورة كبيرة. استنوا كده لغاية رمضان ان شاء الله، كملوا بإذن الله. يعني تجيبوا بقى عدد كبير وتشتغلوا. العدد الكبير صراحة ايه في رمضان البورصة بتعلى وبتنصفنا شوية، هيظبط معانا شوية. لكن دلوقتي
لا ما انصحكوش. اشتغلوا يا جماعه في البلد، ونزلوا سيس وبلد وبط، ونزلوا رومي، نزلوا اي انواع تاني تكون بورصتها ثابته. لكن تنزلوا لي دلوقتي ابيض، هتزعلوا هتزعلوا. ناس كتير زعلانه بيقولوا خلي الكتاكيت تريش، خلي الكتاكيت تريش في مكانها، مش عايزينها. زي ما انتوا كده ايه، سمعتوا مني، يا ريت تنفذوا بنصيحتي، وان شاء الله دي تستفيدوا مني. انا اشتغلت كتير والله، بس ما شفتش يعني الفترة دي زي كده، يعني ان انا توصل 60 جنيه وتقعد 6 7 شهور ما بتنزلش خالص الفراخ. اديها حوالي 6 7 شهور على نفس النمط 60 جنيه. انزل انا الكتكوت بتاعي وافضل ابيع على 60 واشتري؟ لا هخسر وهزعل. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا ان شاء الله تنزلوا باذن الله، تنزل على دورة رمضان. اللي عايز ينزل يا جماعه ينزل ايه؟ دورة كده، ينزل دورة مخلطة، سيسو على ابيض على بط على رومي على بلدي. هيقدر يلم الدنيا، هيقدر يجيب شجاه، هيجيب تعب وشجاه. لكن استنى كده لغايه ما البورصه كده تكون واجعه وراح اجيب ابيض؟ لا. دي نصيحتي يا جماعه والله، وانا بقول لكم. اكيد كتير منكم متابع وشايف الدنيا وشايف الحركه، يعني مش كلام من عندي. اديكم شايفين البورصه وشايفين الدنيا، ده مش كلام من عندي، ده كلام الكل حاسس بيه ولامسه. بس كده زي ما وريتكم، زي ما قلت لكم كده، وريتكم دورتنا. اشوفكم على خير ان شاء الله، ويا ريت تكونوا استفدتوا. ولو استفدتوا من الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت كده، ولو انت اول مره تدخل القناه ما تنسوش تعمل اشتراك. واقول لكم يا حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.